قفك باب البدعة فرية ولما البدعة الإضافية بدعة حقيقية عد كل عبادة ستوى نادر به وإنسان يفسد الدين المسلمين وقف دينة المسلمين تفسهادينية مركان فاتحة آخرية وان دعاء سنية دعاء بلابي صلاة نوعية وصباحي مركان يصوت ميلو البوحي يكجلينه أنا أروح عن سب بدعاء ما أمر الدواس الكيس مشروعية عليكم بالله صلاة نوعية وصباحي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ورد كل بدعة ضلالة وشر الأمور محدثاتها وكذلك فهم الصحابة الدليلة قولدي مساجد كفرديدية سي إمام أحمد أوريي أو موسى الأشعري ويمي وحي سميني وح مشروع الأصل يا معها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الصلاهان أذكار تاسين العبادة شريعة وكسبنات همام خلتك للهداية سالك فالزم بني هديت للإيمان نهج الرسول وليس فيه تحزبا ما للتحزب فيه من سلطان فجماعة الإخوان ليست في الهدى بل في الغواية شأنها ذو شان فاحذر ولا تنسى لهم ولحزبهم وكذاك أنتم معشر الشبان محاول دليله إن وحي إلهي لوgu dhawaanayo النبي على سبيل الدوام وقتقي وبدعيه توحي دليله حديث بدعه كصارت حديث بدعه كصارت بدعه الشيء سوامح ميونا وحي إلهي لوgu dhawaanayo oo نبينا عليه الصلاة والسلام آنوا الصمين على سبيل الدوام وقتقي من عمل عملا ليس عليه أمرنا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ورد كل بدعة ضلالة وشر الأمور محدثاتها وكذلك فهم الصحابة الدليلة قولدي مساجد كفرديدية سي إمام أحمد أوريي أو موسى الأشعري ويمي وحي سميني وح مشروع الأصل يا معها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الصلاهان أذكار تاسين العبادة شريعة وكسبنات لكن كيفية أنا يسمينيين أيان سوء أرورين عبد الله بن مسعود مركو وياري عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنكر عليهم صامة أنكر عليهم التصبيح والتكبير والتهليل ما أصل التصبيح والتكبير والتهليل بديدية ما كيفية وحوا لها إما إنكم أتيتم بهدي خير من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كيفية عبادة إن أنا عبادة كيفية النبي وقصنا بشيء وإما أنكم مفتتحوا باب الضلالة ده واحد كلام يسمى التصبيح هي التهليل هي التكبير وهي حاجة كيفية مركا النبي عليه الصلاة والسلام كو خلافين وحالم إذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه مركو نلاكتيسا كهنديسay uu yiri alxamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah الصلاة على النبي ومشروعية الأصل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ومع هذا أنكر عليه عبد الله بن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بمعنى الصلاة كلمات كانوا مشروع ولكن ما هكذا علمنا رسول الله لكن مركانوا هندسين والصلاة نرعوا النبي عليه الصلاة والسلام نمو برين قفك باب البدعة فرية ولما البدعة الإضافية بدعة حقيقية عد كل عبادة ستوى نادر به وإنسان يفسد الدين المسلمين وقف دينة المسلمين تفسهادينية قفك ورانيا مرحة دي الشيء قاسي شرعي نمديسو أي ميلو شريعة كسو هارورت قاب الله لي قاب كلا دونا لو dhigi kara meesha la doona la gelin kara waqtiga la doona la iltizaami kara waxaan leeyahay anu salaad baan tukanayaa salaada duhur markaan tukanayo intaan Allahu akbar ona waxaan oranayaa horta a'uudu billahi minash shaytaani rajiim qul huwa allahna wa akhrisanaya taan salaada Allahu akbar oran illay
نبي عليه الصلاة والسلام كسبناطي أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن مركان قل والله دمينا أنا ولد تكبيرا ما فاتحة آخرية لأنه أعظم سورة في القرآن الكريم حتى أنا يذكر سودان آخرنا هذا ولما أن تكبيرا لا صعب لأنه أعظم آية في كتاب الله حتى نقول يا أيها الكافرون ما نخر الصنايع لأنها تعدل ربع القرآن حتى النبي أن كصلي الصلاة الإبراهيمية وأنا آخرية انتانا تكبيرا لأن فضل بدن با كسو أروري الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام النبي قال له صليها انت أصلا ما أخرية أرض كذب أيام تكبيرنا يا مركان تكبير طوحنا آخرين يا دعاء الاستفتاح سو النبي قل سبين شري دعاء الاستفتاح دبدت نسلق النبي قال قلينيه اللي سلق النبي هو مشروع الأصلي صومه كذبان آخرين يا فاتحة مركان فاتحة آخرين وين دعاء سنة دعاء بلابي صلاة نوعية وصباحي مركان يصوت ميلو البوحي يركجلينه أنا روح عن سيد بدعم مرة دواسل الكيس مشروعية عليكم بالله صلاة نوعية وصباحي صلاة أنت النبي قاين صومه النبي يقول وحد صلوا كما رأيتموني أصلي وإياكم ومحدثات الأمور دين تجيب جدوى يبدل بس الصوم كساس وكلام غيرك حج كميل والبوح بالك جلين كرا تنا حج نوع كلام صباحية وحنورنا يا وحوي يعني مركا عرفة عن كي ماضو يعني ماضو وحوي يعني مزدلفة عن صبحي جمرات كي تورتا ولا انقبته أنا عرفت دي بقول نقنيه هو ميل تجستي هذا فضائل أي كسر أرض مركا عبادات كجبي جود بالدين توي في السهادس دي باب كالفرة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكري ما دونيسا أعماش ونكسر من كوف الله فرا لي السنة ما دونيسا حمانت النفط هذين تكرب تواد كجوي ساري كوف الله عرب كاجا حسك إلهيها كقيناد أنا كن مكثرا من ذكر الله وحد نقطة قفر بدينيا إلهي سبحانه وتعالى حسكيسا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على إصلاح أنفسنا وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.